السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة في الفيديو ده هنقول توقعات مباريات يوم 11/4. بس اهم حاجة للناس اللي لسه بتتابعنا متنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة. اول ماتشات هندخل عليها النهاردة هي ماتشات في الدوري المصري. في ماتشين، المصري وفيوتشر والاهلي وزد والزمالك والاتحاد السكندري. خلينا نقول الماتش الاولاني. وزي ما احنا عارفين الناس اللي متابعانا عارفة احنا بنعمل قسيمة مطولة، بس بنعملها عشان نلم فيها ماتشات اليوم كله. لكن انت يعني شوف التوقعات بتاعتنا واختار كل ماتش اعمله لوحده على حدة. يعني مش شرط ان انت تعمل قسيمة مطولة، ولو عايز تعمل قسيمة مطولة براحتك، بس هي كلها توقعات يعني. ماتش فيوتشر والمصري، هنقول الماتش ده هيخلص بفوز او تعادل المصري، مع ان فيوتشر ممكن يخطف الماتش، بس الماتش في اسكندرية يعني. يبقى هنقول فرصة مزدوجة اهو، فوز او تعادل المصري، النتيجة كل صالح المصري. والماتش برضو الاولاني اللي هو بتاع فيوتشر والمصري ده يعني مش مضمون اللي انت تتوقعه. الماتش التاني اللي معانا الاهلي وزد، هنقول فوز الاهلي، لان الاهلي محتاج انه يفوز الماتش ده لانه تعادل الماتش اللي فات مع انبي. محتاج ان هو يفوز يعني عشان يصالح جمهوره ويحسن من مستواه. الماتش التالت الزمالك والاتحاد السكندري، هيبقى فوز الزمالك. ماتش بيتلعب في استاد القاهرة، الزمالك دوافعه اكبر. دول الثلاث ماتشات بتوع النهاردة في الدوري المصري. هنيجي للدوري السعودي. في ماتش نهائي مهم جدا في كاس السوبر السعودي بين الهلال والاتحاد. الماتش ده انت لو تتوقع في حاجه ما توقعش فيه فوز، ليه؟ لان الماتش ممكن ما يخلصش في 90 دقيقه، يخلص في وقت اضافي، فلو انت متوقع الفوز تخسر. لكن هتتوقع، هتقول من سيفوز بالكأس، هنقول الهلال، الهلال الرياضي. تمام، ده بالنسبه للماتش اللي في السعوديه النهارده اللي احنا نتوقع عليه. بعد كده في ماتشات في الدوري الأوروبي، لا مش دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي. في 3 ماتشات أو 4 ماتشات. أول ماتش باير ليفركوزن وويست هام، احنا هنقول فوز باير ليفركوزن. الماتش التاني بنفيكا ومارسيليا، يعني انا مفضلش ان انا اتوقع على ماتش زي ده، لان ماتش مش مضمون وماتش نتيجته مش مضمونة. الماتش التالت هو ليفربول واتلانتا. فريق اتلانتا فريق من ايطاليا ورخم وكل حاجة، بس هنقول فوز ليفربول. الماتش اللي بعد كده روما وميلان، نفس فكرة الماتش اللي هو بتاع بنفيكا ومارسيليا. يعني انا مفضلش ان حد يتوقعه، لان فرق ايطاليا كده كده رخمة في لعبها ونتيجتها مش مضمونة، فانا مش هتوقع الماتش ده. بس توقع شخصي انا بقول الماتش ده هيخلص تعادل، ده توقع شخصي يعني، بس محدش يعمله. كده احنا خلصنا توقعات ماتشات النهاردة. في نهاية الفيديو بشكركم على حسن المتابعة. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة عشان دعمكم ده اللي بيخلينا نستمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.